سلام حبيباتي، وش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وما نقصكم حتى خير. اليوم من مطبخ ام غزلان جيتكم بوصفه جديده وفيديو جديد. وصفه البسبوسه مشربه وخفيفه. ضفت لها زوج مكونات عطاوها واحد الخلفه واحد البنه ما شاء الله. نتمنى ان شاء الله تجربوها وراح تعجبكم اكيد. قبل ما نبدو نصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق عليه أفضل صلاة وسلام. حبيباتي، إذا كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي ما عليكم غير تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. أي وصفة نحطها تلحقكم. والمشتركات اللي دخلوا جدد نقولهم مرحبا بكم، نورتوا القناة. حبيباتي، إذا وجبتكم الوصفة ما عليكم غير تتبعوا الفيديو خطوة بخطوة، تبعوا مقاديرها وتبعوا كيفية التحضير تاعها وخطواتها باش تنجحوا فيها. وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع احبابكم واصدقائكم باش تعمل فائده. ما ننساش نقول لاخواتي اللي ولادهم وبناتهم راهم يفوتوا في الباك، ان شاء الله ينجحوا لكم وان شاء الله ربي يفرحكم بهم يا ربي اجمعين يا ربي. ان شاء الله تدخل الفرحه في كل بيت وفي كل دار. قولوا امين يا رب العالمين. نبداو بالوصفه على بركه الله. حبيباتي، عندي هنايا نجيبوا طاوه ندير فيها كأس سكر وزوج كيسان عامرين ماء، وضفت تاني كأس قل ربع ماء، يعني زوج كيسان وكاس قل ربع تاع ماء في كاس سكر. ضفت لهم الليمون وخليهم فوق النار مدة 10 دقائق ونطفوا عليهم. نولي هنايا للبسبوسة تاعي. هنايا عندي كاس قل ربع سكر، عندي كاس ونص سميد تكون نوعية مليحة، تكون ما تكونش خشين، وكملت الكاس بلانوات كوكو. عندي كأس قل ربع زيت، زوج حبات بيض، واحدة خميرة لافاني. وهنايا راح ندير كاس تاع عصير البرتقال او اي عصير يكون عندك. انا استعملت هذا العصير، ديري العصير اللي يكون عندك موجود. هذه هي حبيباتي. نبداو بالوصفه. عندي زوج حبات هنا بيض، راح نضيف لهم السكر وراح نضربهم بالضراب اليدوي غير بالفوي حتى يذوب لي الخليط ويذوب السكر. والخليط تاعي هنايا يتغير اللون تاعه يولي فاتح. ما ننساوش نديروا قرصه تاع الملح باش يعدل لي الذوق، ولافاني ملعقه صغيره تاع لافاني تكون نوعيه جيده باش تعطينا ذوق جميل. هنا عندي كاس قل ربع تاع الزيت راح نضيفه كما راكم تشوفوا هنايا بالتدريج، وميم راني نضرب بالفوي هكذا. هذه الوصفه ما تتطلبش ضراب كهربائي، غير بالفوي وانتي درتي البسبوسه تاعك. نضرب مليح قلت لكم حتى اللون تاع الخليط يتبدل ولينا هكذا افتح. راح نضيف كاس تاع العصير ونزيد نضرب. وصفه سهله بالخف توجد عندك. ضفت كاس تاع سميد هنا يكون ماذا بيك ما يكونش خشين باسكو راح يجيك البسبوسه تجيك ناشفه وتجي ماشي مشربه مليح. نخلط مليح وراح نضيف الكأس الثاني اللي نصفه سميد ونصفه الاخر نوات كوكو. كما قلت لكم راح ضفت في هذه البسبوسه زوج مكونين هما اللي راح يعطوها بنه وذوق، اللي هي النوات كوكو والعصير. هادو راح يعطيها واحد الذوق ما شاء الله. جربوها خياتي وراح تدعوا لي. هذه هو الخليط تاعي بعد ما خلطته يكون هكا خفيف ما يكونش ناشف بزاف. نجيب البلاط تاعي اللي راح يدخل في الفرن، نكون دهناته، نفرغ الخليط ونديره في الفرن يكون ديجا سخنته من قبل على 180 درجه. كي ندخل البلاط تاعي راح نقص له ونخلي النار غير من تحت ونطلع البلاط تاعي الفوق حتى يطيب وياخذ هذا اللون الجميل. هنا يكون الشربات اللي طيبتها تكون بردت، راح نسقيها هكذا
حتى تتشرب لي هكذا. ما تخافوهاش، فرغوا كامل الخليط الشربات وخلوها تتشرب. هذه هي حبيباتي. هنا بعد ما تشربت لي راح نجيب الكونفيتور وراح نطليها من الفوق بالكونفيتور اللي راح يعطيها واحد الذوق ما شاء الله. ندير كميه مليحه ونطلي كامل الوجه تاعها، الوجه تاعها بالكونفيتور. قلت لكم ما كميه تكون مليحه راح تعطيناها واحد الذوق رائع. راح نرشها من الفوق بلا نواه كوكو. تزيين سهل وبسيط، تزينيها كما تحبي. هذه هي. بعد ما خليتها بردت تماما راح نقطعها نحطها وتشوفوها واجده في صحن التقديم. هنا عندي شويه لوز محمص بقشوره، حطيت في وسط كل حبه هكذا. كما قلت لكم التزيين اختياري، تزيين كما بغيتي زيني. هذه هي حبيباتي الوصفه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، ونتمنى ان شاء الله تجربوها، واكيد راح تعجبكم وراح تعتمدوا هذه الوصفه. الى فيديو حبيباتي واحد اخر، نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.